خليني أسألك سؤال صريح ومن غير دفاع. عمرك خدت قرار كنت متأكد 100% إنه منطقي ومدروس وعاقل، لفترة اكتشفت إنه كان قرار عاطفي متنكر في شكل عقل؟ مش ضعف، مش تهور، ده قانون. القانون ده اسمه قانون اللا عقلانية. أغلب الناس فاكرة إن العقل هو اللي بيسوق قراراتها، لكن الحقيقة الصادمة إن العقل في معظم الوقت مجرد محامي شاطر بيبرر قرار اتاخد أصلاً بالمشاعر. قانون العقلانية بيقول الإنسان بيفتكر نفسه إنه منطقي، لكن بيتصرف عاطفياً، وبعدها يدور على قصة تخليه يحس إنه صح. وده مش استثناء، ده القاعدة، وده أول مستوى في الوعي. ده الوعي المنخفض. الإنسان بيكون فيه عبد لإحساسه ومشاعره من غير ما يكون واعي إنه منقاد. خلينا نسيب النظريات ونقرب من الحياة. كام علاقة انتهت مش لأن الطرفين وحشين ولا لأن العلاقة فاشلة، لكن لأن واحد فيهم كان تحت ضغط شغل، ضغط فلوس، ضغط مسؤوليات، ضغط صورة ذاتية مهزوزة. يحصل إيه؟ الإحساس بالخنقة بيزيد والإرهاق بيعلى. العقل بيدخل في وضع النجاة مش في وضع الفهم. في اللحظة دي العاطفة بتقول له اهرب. العقل بيعمل إيه؟ بيبدأ يبرر، يقول إحنا مش متفاهمين، إحنا أو أنا محتاج أركز على نفسي، العلاقة دي بتعطلني، الوقت مش مناسب. وكل ده شكله عقلاني، لكن الحقيقة إن القرار اتاخد علشان الشخص مش قادر يتحمل شعوره، مش علشان العلاقة غلط. وده ليه؟ لأن وعي المنخفض بالشعور تفسر على إنه حقيقة. الإجهاد يبقى مشكلة، أو الضغط بيتفسر على إنه مشكلة في الشريك بتاعه. الضغط بيبقى فشل في العلاقة. خلينا أديك مثال أوضح وأقصى شوية. هل تعرف إن أعلى معدل تقديم استقالات بيكون أول يوم في الأسبوع؟ يعني يوم الأحد أو يوم الاثنين، مش بعد تقييم سنوي أو مش بعد قرار استراتيجي، لكن بعد الويك إند. طب ليه؟ لأن الويك إند بيفصل الإنسان عن الضغط، بيدوقوا طعم الراحة ولو حتى لو اليومين. فلما بيرجع الإحساس بالنفور مرة تانية يبقى أقوى، فيقوم الشخص يفسر الإحساس ده إن الوظيفة غلط، إن الشركة غلط، إن المدير غلط، مش لأنه فكر، لكن لأنه قارن شعورياً، وده قرار عاطفي لابس لبس العقل. هنا بقى قوانين الوعي بتكشف اللعبة. قانون الوعي الأول بيقول ما لا تعيه بيحكمك. فطالما مش واعي بمشاعرك هتفتكر إنك بتفكر وإنت في الحقيقة بتتأثر. في قانون التاني هو قانون الهوية. تصرفاتك امتداد لهويتك مش لأهدافك. انت مش بتختار اللي يناسبك، انت بتختار اللي يناسب صورتك عن نفسك. لو هويتك مربوطة بالقوة والسيطرة هتكسر أي علاقة تحسسك بالضعف. القانون الثالث هو قانون الفصل. المشاعر لا تساوي الحقيقة. الإحساس بالخطر مش معناه خطر، والإحساس بالراحة مش معناه حاجة صح، وإحنا عارفين اللي بيقع في الكومفورت زون. خليني أصحح مفهوم خطير. العقلانية مش إنك تلغي مشاعرك، العقلانية إنك ما تخليش مشاعرك هي اللي سايقة. قوانين الوعي كل ما وعيك بيعلى المشاعر ما بتختفيش، لكن بتنزل من الكرسي السواق وبتقعد جنبك، وهي مش اللي بتمسك الدركسيون. قبل أي قرار اسأل نفسك، هل أنا فاهم اللي حاسس بيه ولا بحاول أهرب منه؟ هل ده قرار ولا رد فعل؟ لأن الفرق بين الاتنين هو الفرق بين وعي منخفض ووعي حر.